ايه ده؟ بتعمل ايه البت؟ خلاص جددت العمل وحطيتها لها في المكان. انا طالعه لها. ايه ده؟ يا خبر اسود، ده باين له عمل. نعرف العمل ده بتاع مين؟ ومين الست اللي في الصوره دي؟ يا ماما انا تعبت والله تعبت، انا مش عارفه فيا انا ايه. والله العظيم يا ساري انا تعبت، انا مش عارفه يا بنتي انت فيكي ايه؟ احنا لفينا بيكي على دكاتره الدنيا، في ايه بس يا ساري؟ انا مش قادره يا ماما اقف على رجلي وظهري وجعني على طول ومش عارفه انام كويس بجد. انا مش عارفه فيا ايه، نفسي اعرف انا فيا يا ايه. بنتي تبقى انت شربتي حاجه من ايد حد يا ساري؟ ما هو مفيش حل غير كده يا حبيبتي. شوفي مين بيخبط يا ماما. ساري يا حبيبتي تعالي يا هدير. ايه يا ماما؟ ما اعرفش يا هدير، اختك تعبانه، خشي يا بنتي. هي لسه تعبانه؟ اه يا حبيبتي تعالي خشي. اقعدي يا بنتي. ازيك يا ساري؟ الحمد لله. انا ما اعرفش يا بنتي، اختك بقالها شهرين على كده، مش عارفه ولا دكاتره نافعه ولا علاج نافع، مش عارفين نعمل لها ايه يا هدير. مش مش عارفه يا ماما عارفه في ايه. بصراحة. انا ما اعرفش يا هدير، اختك بقالها شهرين على كده، لا دكاتره نافعه ولا علاج نافع يا بنتي. انا مش عارفه اعمل لها ايه، ومش عارفه ايه اللي حصل لها. ما انا مش فاهمه يا ماما بصراحه. انا مش عارفه يا سامي مالك، بس ايه اللي حصل لك؟ انت ما كنتيش كده. انا ما اعرفش حقيقي، ما اعرفش. كل ما اروح لدكتور يقول لي الاشعاعات كويسه والتحاليل كويسه، انت ما فيكيش حاجه. بس فعلا انا تعبانه وفي حاجه غريبه، محدش فاهم انا فيا ايه يا ماما، محدش فاهم. يعني انا عن هو نفسي مش عارفه والله يا بنتي، لو بايدي حاجه انا هعملها لك. انا تعبت، انت صعبانه عليا وقلبي بيوجعني عليك يا سامي. ما هو انت حاسه بايه بالظبط يا سامي؟ انا على طول دايخه ومش قادره اعمل حاجه، وظهري وجعني ورجليا وجعاني، وعلى طول مش قادره اقف ولا امسك حاجه، مش بقدر اعمل اي حاجه، وعلى طول مخنوقه وبحلم احلام وحشه قوي يا ماما. مش عارفه ده ايه. قولي لي يا هدير اعمل ايه؟ عندك حل يا بنتي؟ مش عارفه يا ماما بصراحه، بس يعني حتى يا ماما جوزي انا ما بقتش طايقه اتكلم معاه كلمه، ما بقتش طايقه انه يجي جنبي ولا يكلمني كلمه. بجد انا حاسه ان حياتي كلها مقلوبه، ما اعرفش مالي. والله بجد انا تعبت، بجد تعبت والله. انا مش عارفه اعمل ايه مع اختي، صعبانه عليا. هو انت مالك يا هدير؟ في ايه؟ مالي؟ هي دي اختي، منظر اختي زعلانه على اختها؟ ما انت انا مالك؟ لا والله، بس انا بس مش مركزه، مش عارفه اعمل لها حاجه، مفيش في ايدي حاجه اعملها لها فمتضايقه. انا بفكر اوديها لشيخ. ها شيخ؟ لا شيخ ايه يا ماما؟ ايه شغل الدجل والشعوذه ده شرك يعني. ازاي هتروح الشيخ ده لو ما فيهاش حاجه هيخلوا فيها حاجه؟ انت عايزاها تتجنن، ما كفايه اللي فيها. يعني ايه يا هدير؟ يعني هسيب اختك كده؟ وبعدين انت مالك عماله تتنططي لما جبت سيره الشيخ؟ انت مالك في ايه يا هدير؟ هتنطط ليه يا ماما؟ انا خايفه عليها يعني، كفايه اللي هي فيه يعني، هي ناقصه شيوخ. السلام عليكم. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ ازيك يا اسامه؟ ازيك يا هدير؟ الحمد لله. انت عامل امال ايه؟ سالي عامله ايه النهارده؟ الحمد لله يا اسامه. انا مش عارفه يا ابني، قاعده جوه وتعبانه، انا مش عارفه اعمل لها ايه. ما فيش في ايدي حاجه. الا انت اخبارك ايه يا اسامه؟ واخبار شغلك وحياتك؟ اكيد متضايق طبعا من اللي عمال يحصل، بس ما تحطش في دماغك يعني. مفيش في دماغي؟ طيب انا هقوم يا ماما ابص عليها كده عشان هي المفروض ما تقعدش لوحدها. قوم شوف مراتي. هو احنا في ايه ولا في ايه؟ في ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ ايه اللي عامل ايه ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وايه اللي انت فيه اصلا؟ انا مش مرتاحه لك على فكره يا هدير. ليه يا ماما؟ انا عملت ايه؟ كل دي ده يعني منظر عشان واحده، أخاف انا عليك. قلبي بيركني على اختك ووجعني، ودي منظر واحده زعلانه على اختها. وانا المفروض اعمل ايه يعني يا ماما؟ لا متضايقه مني ادخل جوه يعني؟ ده مش متضايقه يا هدير. ايه سوسو، عامله ايه يا عسل؟ الحمد لله. ازيك يا اسامه؟ انت مكشر ليه كده؟ مفيش يا اسامه، انا تعبانه قوي يا اسامه، وانت عارف ان انا تعبانه. انا مش فاهمه فيا ايه، لا عارفه اكل ولا عارفه انام ولا عارفه اعمل اي حاجه، ولا طايقه حد، ولا عارفه ان انا اقعد واتكلم مع امي كلمتين. مش فاهمه فيا ايه. طب بص يا عسل، مش احنا قلنا ما نقعدش لوحدنا؟ ان شاء الله كل ده هيبقى زي الفل. وبعدين انا بعت جبت ماما ليه؟ مش انا جبتها عشان تقعد معاكي، عشان ما تقعديش لوحدك. المشكله ان انا مش طايقه حد، مش طايقه حد، ولا عارفه اعمل اي حاجه في حياتي بجد. حتى شغلي ده تاني شهر انا سايباه. يا ستي شغلك مش مشكله، المهم انت والمهم صحتك.
انت المهم ما تقعديش لوحدك تاني. وبعدين انا هروح اجيب لك حاجه حلوه من اللي انت بتحبها وما تزعلش نفسك بقى يا معلم. بص يا ستي، عشان احنا اتفقنا ان انت ما تقعديش لوحدك، تعالى اقعدي معانا بره وان شاء الله كل حاجه هتتحل. ان شاء الله يا اسامه ماشي. طب يلا بينا، يلا بقى قومي. السلام عليكم. يا عم علي. لا مؤاخذة جاي عامل ايه؟ اشوف عندكم زبالة ولا لا؟ طب دقيقه واحده واجيبها لك. الله، ده هي دي البت اللي كانت بتدفن الورق بتاعها. طب وايه اللي جابها هنا؟ هي تقرب لهم ولا ايه؟ لا انا مش لازم اسكت، لازم اقول لصاحب البيت على الموضوع ده. الله، الست اللي جنبها دي انا يا نهار اسود، دي صاحبة الصورة. لا انا لازم اخلص ذمتي واقول لصاحب البيت. يا عم علي انا ما لقيتش زباله. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، أصل في موضوع كده يعني لو سمحت لي اتكلم فيه، مش هتسمح لي بلاش. لا يا عم علي قول، انت عارف انت غالي عندي. البنت اللي هناك السمرة دي اللي قاعدة في الوش دي، شفتها عملت حركة غريبة أوي تحت وأنا بكنس تحت في الشارع، لقيتها بتحفر في الأرض وبتحط حاجة. أنا آسف يا بيه بصراحة، أنا آسف. أنا رحت أشوف إيه ده، بصيت لقيت ورقة كده وفي صورة فيها الست التانية البيضة اللي قاعدة جنبها أم شعر دي، أم شعر سايع. بص حتى لو مش مصدقني يا أخي، ولو أنت شكاك في كلامي، جارك حاطط كاميرات في البلكونة اللي فوق الحفرة اللي كانت بتحفر فيها أو لو مش مصدقني أنا مش عارف إيه ده بقى يا سعادة البيه، بس أنا خايف يعني يكون في حاجة إيه ممكن تأذيك، بس أنا قلت له أخلص ذمتي من ربنا، سامحني يا بيه. لا عادي عادي يا عم علي، تعالى بقى كده ثواني اقفل الباب. إيه يا بيه، في حاجة ولا إيه؟ تعالى بس. وأنا غلطت في حاجة ولا لا إيه؟ يا حبيبي، ده انت جبت الفوله اللي احنا كنا بندور عليها بقالنا كتير. وهتكون زعلان مني يا بيه؟ لا لا مؤاخذة يا بيه. تعالى تعالى يا عم علي، اتفضل اتفضل اقعد. العفو يا بيه، العفو يا بيه. بقول لك ايه يا عم علي، طبعا انتوا كلكم مستغربين انا جايب عم علي يقعد ليه؟ هو مين ده اصلا يا اسامه؟ اقول لكم مين. خد يا عم علي امسك دول كده واحكي لي بقى اللي انت لسه حكيت كده تاني. والله الكلام اللي هقوله ده ما فيهوش ريحه الكذب، وحياة ولادي سامحنا يا رب. النهارده وانا بكنس الشارع كان الصبح يعني، بصيت لقيت ايوه البنت اللي هناك دي السمرة الصغيره دي بتفهم في الارض كده بطريقه غريبه، انا خدت بالي وراحت حاطه الورق ده مكان الحفره. سامحنا يا رب، انا بصراحه رحت عايز اشوف ايه اللي حطيته جوه الارض ده، فحرت كده جوه الارض لقيت الورق ده ايوه، وفي صوره الست اللي هناك دي البيضه اللي مسيبه شعرها دي. انا بصراحه انت راجل كذاب. لا والله ما كذاب، انا لقيت الورق ده. خد يا سعاده البيت. وريني كده يا اسامه. اتفضلي. ولو مش مصدقني جاركو حاطط كاميرا فوق البلكونه هيوريك. ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ ده عمل يا ماما. وانا اقول اختك تعبانه ليه؟ وانا اقول اختك ما بتروح للدكاتره ما بتعملش نتيجه للعلاج؟ ده عمل ليه كده؟ ليه كده؟ ده انت لو كافره مش هتعملي كده، امال الخارجي يعمل ايه؟ ليها دي؟ يا ماما ده بيكذب يا ماما، اكيد مش هعمل كده في اختي. عملت فيكي ايه دي؟ انا قبل ما امشي عايز اقول لكم حاجه. جاركو حاطط كاميرات صورت الشارع واكيد صورتها. سلام عليكم، انا ماليش دعوه، انا اسف يكون سببت لكم في مصيبه. كتر خيرك يا عم علي. ايه ده؟ ردي عليا، ردي عليا، انت عملتي لي عمل هدير على صورتي. عملت لك يا سيد. ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ ايه الحقد والغل والكراهيه اللي فيكي دي؟ انت قلبك اسود كده ليه؟ من اللي عملته ومن اللي انت عملتيه. انا عملت ايه وهي عملت ايه؟ ردي عليا، انا عملت ايه وهي اوعي بس كده ما تعمليش فيها غلبانه قوي. هي عملت فيكي عملتي ايه؟ ايه يا ست سالي؟ هقول لك عملت ايه. خدتي البني ادم الوحيد اللي انا حبيته في حياتي، ماشي؟ اختارك انت وما اختارنيش انا، دي حاجه. تاني حاجه، انت مش كنتي بتفرقي بيني وبينها لحد ما ربيتي جوايا غل وكراهيه ليها ما حدش يتخيلها. يا نهار اسود. عايزين نعمل لها ايه؟ عايزة وانا شايفاها بتنجح وبتكبر وانا ماليش اي حاجه. وانت ما عندكيش حاجه اسمها اسم ونصيب؟ ما تعرفيش ان كل حاجه بايد ربنا؟ الجواز والشغل والنجاح ده كله بتاع ربنا. هو انت هدير بنتي؟ نصيب في ايه؟ في الجواز؟ في انك تاخدي الوحيد اللي انا حبيته؟ ولا في انت الشغلانه بتبصي اللي انا لجوز شفتي فيها؟ انت بتبصي لجوز اختي؟ لا انا ببص لكل يا حاجه. بنت الادب، ده انت بني ادمه مش متربيه، ده انا ما عرفتش اربيكي اصلا.
هو ايه اللي انا بسمعه ده يا ماما؟ هو ايه اللي انا بسمعه ده؟ اختي تعمل لي عمل عشان تدمر حياتي؟ طب ليه؟ لا ده ليه واحدة خلت غريبة. ايه؟ خليتي ايه الغريب يا هدير؟ انت شايفاني متدمره قدامك وعماله اقول لك انا حياتي متدمره ايه ومتبهدله. بس يا سوريا؟ انا ايه؟ اقول لك على حاجه، لا انت ما تقوليش حاجه تاني، انت ما تتكلميش تاني. انا كنت لا، 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 مبسوطه لا. في كل مره كنت بشوفك انت بتتوجعي فيها. شطانه، انت شطانه، لا يمكن تكوني بنتي، قسما بالله يا أنا هدير هدير، أنا لا هعرفك اللي انت عملتيه في اختك. انا هد ليه عليكي كده؟ يا هدير، انا اختك بصيلي، انا عمري كنت وحشه معاكي، انا هد عليكي تعملي فيا كده وسايباني بتعذب يا هدير، سايباني بتعذب يا ماما، ليه بتعمل فيا كده؟ عليكي ده انا ما كنتش اعرف ان انت قلبك اسود وحقوده كده منك لله، مش مسامحاكي. ولا انا طب انتوا اللي ما عملتوا أختك كده، ليه؟ مش ليه انا. عملتي فيها كده؟ انتوا السبب في ان انا اعمل فيها كده، انتوا الاثنين اللي خليتوني اكرهها. بقول لك ايه، انا عمري ما حبيتك ولا عمري فكرت فيكي، وهقول لك كلمتين اتنين. انت دلوقتي اهو تطلعي بره بيتي، معلش يا امي خديها وامشي من قدامي. لا، أنا مش عايزة أشوف عشان ما وشها. اولعش فيها. انا مش عايزه اشوف وشها تاني، مش عايزه يلا اشوف اطلعي وشك بره. تاني، انت لا بنتي ولا اعرفك، مش عايزه اشوف وشك تاني، امشي من قدامي منك لله. اختي تعمل فيا كده يا ماما؟ ايه دي، صلي على النبي، كويس ان ربنا كشف الحقيقه، ان شاء الله كل حاجه هتتصلح. كل حاجه تصلح، دمرت حياتي اصلا، خليني سبت شغلي وعلى طول تعبانه. ازاي انا كنت هين عليها كده يا اسامه؟ اختي خلت ايه يا الغريب؟ سالي، وكويس ان احنا عرفنا يا سالي عشان تتعالجي يا بنتي. اهدي